أنيس الله يعينك أنيس. الله يعينك أنيس قداش عمرك؟ 25 بكري 25. باهي أنيس كي نقول لك 26 جانفي 1972 التاريخ هذا شو يعني لك؟ هاتشا يكون أقرب حاجة أول كوب دو موند إن شاء الله. حكم من عام؟ 72. كي نقول لك 26 جانفي 1978 شنو يعني؟ ثلاث حاجة كوب دو موند نتصور. كوب دو موند 78. 78. قطع النظر على كوب دو موند تعني لكش حاجة؟ لا. باهي هو كوب دو موند 78 هو صحيح عام 78 ولكن ماهوش 26 جانفي. يكونش بارتي باهي كونتر بولوني ظل خرجنا مش عارف فما حاجة من هيك صارت حادثة يمكن. تراه سمي لي جوارات اللي شاركوا في كوب دو موند 78 على الأقل زوز ولا ثلاثة سنين. مولم طارق الهياب معروفة ومريض عتوكة برشا. تعرفش حسين الكوك؟ لا. تعرفش سعيد جاكي؟ لا. عام 26 جانفي وقعت ثورة، ثورة كبيرة برشا اللي معناتها من أجل العمال ومن أجل النقابيين نحن لحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية بعد اطلاعنا على الفصول 37 41 و 53 من الدستور وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي. الفصل الأول: يمنع كل تجمع يفوق 3 أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة. الفصل الثاني: يمنع كذلك جولان الأشخاص والعربات ابتداء من الساعة 6 مساء إلى الساعة 5 صباحا، وذلك إلى أن يصدر ما يخالف ذلك. يمكن استعمال السلاح من طرف أعوان الأمن ضد كل شخص مشبوه فيه لم يمتثل للأمر بالوقوف وحاول الفرار ولم يبقى مجال لإجباره على الوقوف. بعد الإجراءات الحاسمة التي اتخذها الرئيس لحبيب بورقيبة يوم أمس، أعادت الحالة كلام غير. خاطر تو نقولوا حوادث جانفي، اي حوادث جانفي عاشوها العمال ايضا. كيفاش العمال عاشوا 2 جانفي 3 جانفي 4 جانفي 7 10 نوفمبر؟ كيفاش عاشوا العمال داخل المؤسسات؟ نقول انا مجله الشغل الاتفاقيات المشتركه اوت، نحي، ما عادش ثم حتى شيء. العمال يقودون الى المعامل تحت غشاشات وبالحراسه. كل المفاهيم اللي موجوده في مجله الشغل عوضت بمفاهيم جديده. مفاهيم جديده هي العمل بالياتاش، بلو دو اور سوبليمونتير، بلو دو فماش ساعات عمل. ونقول انا للهجمه اللي استهدف لها الاتحاد العام التونسي للشغل ما تعنيش كان الاتحاد العام التونسي للشغل، هي تعني كل فئات الشعب، تعني الطلبه في ذلك الوقت، تعني الاحرار، تعني المناضلين، تعني الشباب. وما ننساوش اللي لكي لا ننسى شهداء 26 جانفي. سعيد الشيات هو اول ضحيه مش عامل في 26 جانفي. إذا غسو من بال بيردو في راسه وهو يشيط، ما يعرفش مات وما يعرفش علاش مات. سعيد الشيات. ونتذكر اللي منصف المزغني عنده قصيدة حلوة ياسر على سعيد الشيات، ومحمد الحق غناها: ما ذنبك يا سعيد، ما ذنبك يا سعيد أن تكون ماسحا وأن تصيبك رصاصة طائشة، وأن تصيبك رصاصة طائشة فتموت. نمط الحكم اللي ساد البلاد من 56 حتى إلى 78 وواصل بعد ذلك، يعني نظام الحزب الواحد اللي يعتبر أنه مش ممكن
في نطاق نظام الحزب الواحد أن تكون هناك نقابة مستقلة أو جمعية نتاع شنو مستقلة أو منظمة أخرى مستقلة أو أحزاب حرة تناضل من أجل بصفة حرة وديمقراطية أو انتخابات ديمقراطية أو غيره. نظام الحزب الواحد نمط الحكم هذايا هو اللي يكون مسؤول على كل الأزمات، واللي كان مسؤول على كل الأزمات وحدة الأزمات اللي عاشتها البلاد. ونبدأ من الأول على الإسلام، يعني التاريخ عن 80 سنة وقت محمد علي بدا الحرب نتاعو الحزب الحر بوه كان ضد محمد. وقت شاف 38 بالقاسم البناوي اللي هو في الحزب نتاع الحزب الدستور، وقت شدوه وحطوه في المحكمة في الجنوب التونسي في عام 34 و35 كان دستوري ما كانش حاجه اخرى، لكن واحد حب يرجع سي جي تي نتاع محمد علي قال ما حبش فيه السياسه التونسيه معايا. وذاك الوقت كان نشوفوا التاريخ كيفاش يعطي مرات التاريخ يجي. هذاك الوقت المؤتمر نتاعو في جانفي 38 40 سنة تتكلم بالنهار 29 جانفي 38 كسروا المؤتمر والبيبان في دينارتهم وحتى شكون؟ حتى هو اللي عمل 26 جانفي نتاع 78. ما خليناش أي زيادة من الاستقلال، بالعكس عام 56 وقع تنقيص للوظيفة العمومية لأن كانت كنا ناخذ على الأولاد الكل، ولهذا كانت شهرية الأولاد ناخذوها من عند الأولاد أكثر من الشهرية متاعك، وإذا بيه ردوها لنا 4 ثم بعد 3. الشهرية متاع الموظف كانت هكا تحت بحيث وقعنا نقص. أول زيادة عطوها لنا نذكرها في الستينات سموها 4 دينار تاع بهلتهم، وساعة لي ساعة ضد التسمية ذي بكل احترامي سي محمد كل هذه تسمية، هذه تاع الهادي نويرة، هذه تاع بهلتهم، هذه نتاع مزالي، هما والنقابي فين هما راهم الكل من زيادة الكل وقع عليها موقع من طرف النقابي. الفعاشور في ذاك الوقت قال أنا أريد رسالة مكتوبة مع عند بورقيبة كما حال البارح الحين اليوم أعطيني رسالة مكتوبة، وبقي مدة القصر يتردد يعطيه رسالة مكتوبة أو لا يعطيه، المهم أعطاه رسالة مكتوبة وأعاد بناء الاتحاد. هو أن السبعينات كما رأينا شاهدت هذا التناقض العميق وظهور هاتين الطبقتين، طبقة إلى حد ما أثرت بأقصى ما يمكن وفي أقل وقت ممكن، وهي طبقة إلى حد ما طفيلية لأنها لم تكتح حتى تصبح طبقة برجوازية. والطبقة الثانية إلى حد ما هؤلاء الشغالون، هؤلاء المعدمون من الفقد والعمل، هؤلاء هذه الطبقة البرجوازية الصغيرة. بالنسبة لأحداث 26 جانفي 1978 يعني هذه الأحداث اللي هي يمكن اعتبارها من أكثر الأحداث الدموية في تاريخ تونس المستقلة. يعني من 56 يعني بعد نهاية الصراع ليوسف البورقيبي لم يحدث أن أنزل الجيش في شوارع المدن التونسية لقمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص على التونسيين. أحداث 26 جانفي 1978 نتجت أو ما يسمى بالخميس الأسود، ولو أني أنا أميل إلى تسمية الخميس الأحمر أكثر من الخميس الأسود، نتيجة عدة عوامل نتجت هذه الأحداث، أحداث 26 جانفي 1978 الدامي. من ناحية أولى من ناحية اقتصادية اجتماعية، اتباع النهج الليبرالي في عهد حكومة نويرة بطبيعة الحال أدى إلى تفقر فئات واسعة من التونسيين، يعني فئات واسعة من الشعب التونسي تضررت من السياسة الليبرالية لحكومة المرحوم الهادي نويرة. وقفز عدد المنخرطين سنة 70 إلى سنة 75 من 20,000 منخرط إلى 500,000 منخرط،
أصبح بذلك الاتحاد العام التونسي للشغل قوة الأساسية في البلاد والقوة التي لا يستهان بها. كنا في برج الرومي معناها ما يقارب 40 سجين سياسي، شباب في أغلبنا من فئات مختلفة ومن كامل الجمهورية. وقع المجموعة الأولى إيقافها في أكتوبر 73 والمجموعة الثانية معناها 75. دونك كنا نتابع عن كثب ما كان يتم ونتفاعل، وتأتينا الأخبار من أهلنا اللي هم كانوا أغلبهم مناضلين في نقابات، يعني سواء من صفاقس ولا من سوسة ولا من كامل الجمهورية. بالطبع تبعنا، وكان بالنسبة لنا العملية التصاعدية اللي تبعنا اليوم عندها دور كبير بالنسبة لنا احنا. أول لي 3 أسباب، لأنها أمل كبير بالنسبة لنا وإحنا معزولين فك